احنا عايزين نمسي على عم العترة. انا سميت الدكر ده على عترة لان هو قاوم وعرف ان هو يتغلب على المرض اللي هو فيه. طبعا هو شايفني اللي هو انتي ايه، سيبيني في حالي ما تقربيش لعيشي. بس انا ايه، انا فرحانة بيه على رغم العضعضة اللي عمال يعضها لي. يعني انت اول ما تقوى عليا، ده انا اللي كنت باكلك. الناس اللي سالتني انت عملتي ايه بالظبط عشان تعالجيه. بصوا يا جماعه، لا طب ايه نكلم، طب الناس نكلم الناس وانت عمال تعضعض فيا كده. طيب يا عم ماشي. بصوا يا جماعه، الفرد، بصوا اللي عايز يقول روشه براحته، انا بقول لكم بعد استشاره الدكتور البيطري واقتناعي كمان، يعني اقتناعي ان ديت مش روشه. الروشه انا بتلاقوا الفرد لافف رقبته، بصوا رقبته دي تلاقيها ايه، ملوحه يعني موليه كده. لكن هو الوضع ايه زي ما قلت لكم، كانت ادي يا عم خلاص، ده انا اللي كنت بعالجك، ده جزائي، ده جزائي يا عم العترة. بصوا كان مثلا لما يبقى فيه حبوب، انا هغسل لسه الطواجن. بصوا كان ايه راسه، بصوا كده ركزوا معايا، كانت راسه بتفضل ايه مش عارفه تلقط، مش عارفه تلقط، انا مش عارفه اقول كلمتين كده، مش عارفه اتلقط. فانا كنت اول حاجه ان انا عملتها، معلش الفيديو لو هياخد دقيقتين بس او 3 بالكتير قوي. فاول حاجه عملتها ان انا كنت باكله في بقه، لانه انا لو ما اكلتوش مش هيعرف يسند نفسه. فاول حاجه ان انا عزلته، كنت بقدم له ميه نظيفه، بس ما كنتش بحطها قصاده على طول، لان كان في اسهالات على طول ولون الزبل كان لونه اخضر كده برسيمي. فعزلته لوحده عن النتاية، وابتديت ان انا اكله، وابتديت احط له الميه يشرب مثلا 2 في اليوم يشرب، اروح شايلاها على قد شربه واحطها تاني، لكن ما كنتش بحطها قصاده على طول. ابتديت ادي كان الدكتور مديني بودره كده، هو قال لي اسمها بس يعني مش فاكراها. المهم انا اديتها 3 ايام مفيش اي تحسن. طبعا الحاجات اللي بتبقى عصبيه بتاخد وقت كتير، يعني حتى لو انت استخدمت افضل الادويه هتطول. بس انا قلت يعني انا حابه ان انا اجرب حاجه انا عارفاها. فوقفت اللي الدكتور البيطري اداهولي واديته بان فلور، مش فاكره بان فلور ولا كوليبريم، يعني انا مش فاكره اديته ده ولا ده بصراحه. لمده كام، لمده 7 ايام لقيت الزبل ابتدى يتحسن. فرحت وقفت مضاد حيوي، وابتدى يتحسن. يعني انا طول الفتره دي كنت باكله لفتره الاسبوع دي، ابتدى يتحسن. رحت رجعت والزبل رجع طبيعي، ابتديت ان انا ارجعه للنتايه بتاعته، وابتديت ان انا اديله جروفيد بلس فيتامينات. ابتدت الهزه بعد ما كان مش قادر يلقط خالص، كان بصوا دماغه كده يعني حواليه مش عارف يلقط الحبوب يعني. ابتدى بعد كده مع الفيتامينات ان هو يتحسن قصادكم، بس هو برضو لاجل الامانه لسه مش قادر يتوازن او في الطيران، فهو خف بنسبه 80%. وزي ما قلت لكم البيض طلع الحمد لله مفصل. يعني انا كنت متخيله لاني في بعض الذكوره بتتاثر بالمضادات الحيويه، انا مش فاكره. وقفت اصلا انا يعني انا كنت يعني كنت مش متابعه اول حمام، ما كنتش بصور. وللاسف انا كنت اتمنى ان ظروفي كانت تسمح اصور لكم في مرضه كان بيعمل ازاي، بس يعني انا بحاول ان انا اوصف لكم. مش فاكره وقفت يعني اديته علاج 5 ايام او 7 ايام ووقفت ورجعت كملت مضاد حيوي تاني، دي انا مش فاكراها. بس اللي انا متاكده منه ان انا اديته مضادات حيويه وجروفيد بلس، ومش فاكره بان فلور او كوليبرين. الناس اللي بتسالني بتقول لي طب احنا ما عندناش ادويه بيطريه، كانت اتعرضت عندي قبل كده الحاله دي وكنت بعالج بالفلوموكس. فلوموكس فيه 250 وفيه 500. لو انت هتجيب ال500 قسم ال500 ديت على مرتين، ما تدهلوش في بتدوبها كده في شويه ميه وتديله بالسرنجه. برضو المضادات الحيويه اقصانا من 5 ل7 ايام ونوقف. لو لسه الحاله يعني متاخره او لسه ما اتعالجتش بنوقف مثلا كام يوم تاني ونرجع.
طبعا بعد استشارة الطبيب. انا مش دكتورة، انا بنقل لك تجربتي اللي نجحت معايا. مش الفرد ده بس، ده كان في فرد تاني، الاتنين دول كانوا مصابين، والاتنين بس التاني بقى تعافى اسرع من دوا. يعني انا لما طيرتهم من شوية هنزل لكم الفيديو، التاني بيطير وبيلف وبيرجع وبيطير مسافات، ده لسه. فهي برضو الموضوع بيختلف على حسب مناعة فرد للتاني. ممكن فرد يخف من 5 ايام، ممكن فرد يقعد اسبوعين 3، ممكن فرد بعد الشر يموت ما يستحملش المرض. فانا بنقل لكم تجربتي، ده ما يمنعش ان انت تسأل حد فاهم او ذو خبرة للحالة، لان في حالات بتبقى متشابهة. زي ما قلت لكم انا بالنسبة لي كانت تشخيصي ان دي سالمونيلا عصبية. ناس كتير في التعليقات حتى مش مقتنعين بيها وقالوا ان دي حالة روشة. فانا بنقلك اللي انا عالجت بيه واللي خف معايا وتشخيصي. انت مش عارف، ارجع لدكتور بيطري، وان شاء الله لو عندك الحالة دي تخف بسرعة، وربنا يا رب يشيل اي مرض في الحمام ويحافظ عليه.